يا ترى نسلق الفراخ ولا هنشويها؟ هنشويها طعمها يبقى جميل وغني جدا، وكلنا بنحب طعم المشوي، خاصة لو فوق على السطح أو في البلكونة، احنا اللي شويناها بإيدينا وضامنين نظافتها. تمام. نسلقها ممكن الطعم ما يبقاش اللي هو يعني زي المشوي، بس هيبقى اقتصادي شوية لست البيت المصرية. يعني ممكن تاخد منها شوربة، تعمل جنبها ملوخية، تعمل جنبها رز، لسان عصفور، ايا كان. طب تعالي اقولك على طريقة للفراخ المسلوقة بس بطعم المشوي. معايا التوابل سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، احنا مش هنتقل على ست البيت، طبعا الظروف الاقتصادية والمادية مش قوي. فيلا هاتي معاكي شوية كزبرة ناشفة، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، بس هي دي كده التوابل اللي انا عايزاها في وصفتي النهارده. وفي الكبة بتاعتك الصغيرة ايا كان محضر الطعام اللي عندك هتعرفي تستعمليه النهارده، وهتطلعي من وصفتي احلى طعم واحلى كمان شكل واحلى ريحة. تمام. معايا كمان شرايح الطماطم كله في الكبة بتاعتي البسيطة دي. معايا كمان بصلاية صغيرة، عايزة تكتريها مش مشكلة، البصل غالي يا جماعة، مش لازم يكتر جدا. الطماطم هديت شوية، انا كان عندي برضو جزء من البصل والطماطم، هزود كمان حبة. عندك بقى زيت نباتي، زيت زيتون، زيت ذرة، الزيت اللي انت حباه والمتوفر عندك. مفيش زيت نباتي مش مشكلة. ها. معايا كمان ليمونة كبيرة، حطي الليمون كتير، مزازة الليمون دي جميلة جدا. لو عندك ورق لوري، لو عندك حبهان مستكة، انا مش عايزة زايدة عليكي لان الحاجات دي بقت بمبالغ دلوقتي. والله دي اسهل وصفة واسهل تتبيلة وطعم رائع فوق ما تتخيلي. لو عايزة كمان تحطي قشرة بس ما تكتريش، يعني نص القشرة، نص القشرة. تمام. دي مزازة جامدة جدا. بس كده ومش هرمي كمان القشر، لا انا عايزاه كمان، عايزاه اهو، مش هرميه. تمام. يلا بينا كده نضربها كلها. كنت همسة زي ما قلت لكم معلقة زيت، ايا كان الزيت اللي عندكم، نباتي مش نباتي. هحط كمان معلقة عشان تلف على الخلاط، محتاجش لاي سوائل تانية. بس كده الزيت هيبقى جميل، هيديها لمعة وطعم وهتبقى حلوة قوي على الشواية. بس كده يلا على الخلاط نشوف هنعمل ايه. ودي تتبيلتي بعد ما ضربتها على الكبة، ناعمة ازاي وانسيابية. تمام. بتلمع من الزيت اللي انا حطيته عليها. بالراحة كده هنوزع التتبيلة بتاعتنا. طبعا انتوا شايفين واضح قوي ان الفراخ مسلوقة واخدة منها شوربة علشان اعمل بيها بقية الاكل. تمام. هتوزعي التتبيلة بتاعتك وتسيبيها على الاقل ساعة، ساعتين، براحتك. لو صحيتي الصبح وسلقتيها وتركتيها، علشان المكان ده صغير فانا هضطر احطه في مكان اكبر عشان اعرف اوزع التتبيله في مكان اكبر من كده. ما علينا، هننقله دلوقتي مع بعض في مكان اكبر وهنغطيه ونحطه في تلاجتنا ساعه ساعتين قبل الشوي. انا جبت مكان اكبر، حله بايركس اكبر، وهبتدي اشيلها قطعه قطعه. بس هجيب الحاجه اللي انا هشيل بيها، بس هبتدي انقلها كده قطعه قطعه. هاخد التانية اللي ما خدتش من التتبيله هحطها عليها عشان تتطعم بالتتبيله كلهم وتحت الجلد. ما تزيليش الطبقه الاولى من الدجاج، علشان هي دي اللي هتحميه في الشوي وبيبقى طعمها لذيذ جدا. كمان انا خدت الجزء التاني اللي هي الدبابيس، دخلتها في وصفه تانية ان شاء الله برضو همنتجها وهنزلها لكم، هتعجبكم جدا. تمام كده. خد الجزء اللي بعديه
لازم كله كده ياخد من التتبيلة بتاعتنا، تتبيلة بسيطة جدا وسلسة. والله ما هتفرقوها عن المشوية قبل السلق خالص، او عن فراخ الحاتي. خاصة مزازة الليمون رائعة فوق ما تتخيلوا. لو ما بتحبيش الليمون انصحك، انا كنت الاول ما بحبش الليمون في الفراخ، بس اختي قالت لي على الطريقة وقالت لي بس جربيها. من ساعة ما جربتها وانا خلاص يعني ليمون اساسي معايا في الشوي. كمان باقي معايا من التتبيلة، لازما اوزعها كده على كل افخاذ الدجاج بالشكل ده. وزي ما قلت لكم تشتغلوا فيها من قبل الشوي بساعة او 2. تمام. هنعمل ايه بقى؟ لو عندك استرتش هتغطيه بيها عشان تدخليه التلاجة، او لو عندك غطا زي كده مش هتحتاجي الاسترتش خالص. بس كده وان شاء الله هوريها لكم وانا بشويها فوق على السطح. وبعد ما تتشوي طبعا اكيد هناخد لقطة جميلة، وعايزة اسمع الكومنت بتاعتكم. يا ترى مشجعيني الشوي من غير سليق او الشوي بالسلق؟ اللايك بتاعكم الجميل، الشير، الاشتراك لو مش مشتركة. وباي.